متأكدة لما تجربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي. يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ أنا بنت هاشم، ولو عجبتكم الوصفة القمر دي ما تنسوش اللايك والشير. أول حاجة معايا أوراق من الفراخ، طبعا تقدري تستخدمي وراك أو أجنحة أو فرخة كاملة تقطعيها 8 قطع أو 4 قطع، مفيش مشكلة. غسلنا الفراخ بتاعتنا كويس جدا ونقعناها في محلول النقع، وبعد كده غسلناها تاني وصفيناها. هنبدأ بقى نتبلها بملح وفلفل وبابريكا وبهارات دجاج. ممكن نستبدل بهارات الدجاج ببهارات مشكلة لو مش عندك بهارات الدجاج. انا بجيبها من عند العطار، بصراحة بتدي للفراخ طعم تحفة جدا، وكمان بيكون داخلها كاري وكركم، فزي ما انتوا شايفين بتدي كمان لون للفراخ بيكون حلو جدا. هنتبلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده من الوش والظهر عشان تشرب معايا